هو إذا شرعت في الأذان الله أكبر الله، أنتم ترون أنه ذكر التكبير مرتين ولم يذكره أربعا. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، ثم ترفع صوتك بالشهادة مرة أخرى، أشهد أن لا إله، بأرفع مما ذكرته في الأول، أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمدا رسول الله مرتين. هذا تكرار التشهد، تكرار الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، هذا هو الذي يسمى الترجيع. وهذا أذان أبي محذورة، روى البخاري ومسلم في صحيحيهما، روى البخاري في صحيحه عن أبي محذورة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه الأذان فقال الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله مرتين، الله أكبر الله أكبر. وهذا كما تسمعون الآن عندنا في بلادنا، في بلاد المالكية عموما، إذا انتبهتم إلى ما تسمعون من الأذان تسمعون الله أكبر الله أكبر فقط، ما يكررونها مثل ما تسمعون أنتم في بالكم. أشهد أن لا إله إلا الله، هكذا النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أبا محذورة في حديث صحيح، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، قال ثم يعود فيقول أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمد رسول الله مرتين، إلى آخر الأذان. هذا أذان أبي محذورة. لكن المشكل الذي وقع ما هو؟ الذي وقع أن بعض المؤذنين كانوا إذا تشهدوا هذه الشهادة في المرة الأولى، هو المؤذن المؤذن المتعلم هذا لا كلام معه، لكن المؤذن المقلد هذا أحيانا يخطئ. لماذا؟ لأن المؤذن عندما يؤذن فيقول الله أكبر الله أكبر، كان بعض المؤذنين يخفيت صوته بالشهادتين الأوليين، فيقول هو يقول كلاما قد تسمعه لكن البعيد لا يسمع الشهادتين الأولين، فيقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله. نتج عن هذا أن بعض من كان لم يدرس لم يتعلم ثم اقتحم الأذان اقتحاما، هو لا يدري هذاك التشهد الأول، فصار يكبر مرتين ويتشهد مرتين فقط من دون ترجيع، وهذا الأذان لم يرد قط. لأن الأذان الوارد عن رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم كان له 5 مؤذنين، والأذانان المشهوران أذان ابن أم مكتوم وأذان بلال وأذان أبي محذورة، أذان مكة وأذان المدينة. أذان المدينة هو هذا الذي يذكره ابن أبي زيد وهو الذي يعتمد عليه المالكية ويوافقهم، التكبير مرتين فقط والتشهد بالترجيع، هذا الذي ذكرناه. أذان بلال فيه التكبير الأول 4 مرات ولا ترجع فيه. الذين لم يتعلموا لفقوا فأنتجوا أذانا لم يرد، فيكبر مرتين ولا يرجع، وهذا لا هو أذان بلال ولا أذان ابن أم مكتوم ولا أذان أبي محذورة ولا أذان أحد. هذا مفهوم كلام. فهذا الذي يذكره الشيخ هو أذان أبي محذورة.